عمرك شفت قبل كده مجرم بيتعامل مع أعتى سجون العالم كأنها فندق ترانزيت؟ النهاردة هحكي لك عن فورست توكر، فنان الهروب اللي اعتبر الجدران مجرد اقتراحات مش حقائق. الراجل ده ما كانش مجرد حرامي بنوك، ده كان محطم لهيبة الدولة ببرود أعصاب يدرس. والسؤال اللي هيفرتك دماغك، ازاي راجل عجوز عنده 60 سنة يدي أكبر ألم لأقوى نظام أمني أمريكي؟ ازاي هرب من سجن سان كوينتين المرعب المحاصر بالبحر من كل اتجاه؟ انت متخيل ان بانيو اطفال مصنوع من الزبالة واغنية حضانة اطفال خلوا ادارة السجن اضحوكة العالم؟ فايه السر اللي خلى الحراس يفتحوا له الباب بابتسامة ويتمنوا له السلامة؟ وازاي عاش 20 سنة بشخصية مزيفة مستثمر محترم؟ وازاي رجع يسرق بنك بعدها وهو عنده 80 سنة؟ قصتنا عن صراع الذكاء الجبار ضد حديد القضبان. استعد عشان الراجل الشايب ده هيخليك تعيد تفكيرك في معنى كلمة مستحيل. يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. انا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. تخيل ان في بني ادم حياته عبارة عن دائرة مفرغة من التحدي والإثارة. يسرق، يدوروا عليه، يتمسك، يتحبس، وفجأة فص ملح وداب. هرب. توكر عمل في مسيرته 30 محاولة هروب، والنتيجة كانت 18 عملية هروب ناجحة. الراجل ده كسر عين أقوى الأنظمة الأمنية، وكان بيتعامل مع الزنزانة كأنها أوضة هروب، سكيب روم دافع تمنها عشان يتسلى. ما كانش فيه كلبش بيصمد قدامه، ولا حيطة تقدر تحبس دماغه الشغال 24 ساعة. توكر ما كانش بيمشي ورا كتالوج المجرمين التقليديين، ده كان عنده سيكولوجية الصياد. كان بيبص للحراس كأنهم عساكر شطرنج، وللسجون كأنها متاهات ورق تافهة. المثير للجدل في قصته هو البرود. الراجل كان بيسرق بنك حرفيا كل أسبوع. أجهزة الأمن كانت في حالة استنفار دائم بسببه، وهو ولا فارق معاه، بيخطط للسرقة الجاية وهو بيصرف في فلوس السرقة اللي فاتت. كان بيلعب استغماية مع المخابرات والشرطة الفيدرالية، وبيثبت لهم إن العقل لما يقرر يتحرر مفيش حديد يقدر يشل حركته. طيب، توكر كان بيعمل كده ليه؟ هل بيعمل كده عشان الفلوس؟ ال 18 مرة هروب بيقولوا إن الراجل ده كان مدمن حرية وبيعشق لحظة تغفيل وخداع الحراس. توكر رسخ اسمه كأكثر السجناء مراوغة في تاريخ البشرية، وحول السجن لمنصة انطلاق لنجاح جديد بالنسبة له اللي هي سرقة البنوك. كان بيضحك في وش القوانين وبيقول للمهندسين أنا أذكى من كل اللي بنوا السجن ده. دي كانت مجرد مقابلات عن شخصية فورست توكر. لسه ما كلمتكش عن الهروب المستحيل، الهروب اللي خلى أمريكا تهرش في راسها من الذهول. في سجن سان كوينتين، أو السجن اللي معروف ومشهور بمقبرة الأحياء، السجن اللي حراسته بتضرب نار من غير تحذير. وتوكر قرر وهو عنده 60 سنة يهرب منه بطريقة ما تخطرش على بال بشر. تفتكر ايه اللي يعمله راجل كبير في السن ده عشان يهرب من سجن محاوطه البحر من كل اتجاه؟ الحقيقة يا كينج أغرب من أي خيال. واستعد عشان اللي جاي هيعلمك إن المستحيل كلمة مش موجودة في قاموس توكر. دلوقتي احنا واقفين في المحطة اللي بتفصل بين المجرم العادي وبين الأسطورة الحية. احنا دلوقتي في سنة 1979، وبطل القصة هو المجرم الأمريكي فورست توكر، واللي بقى عنده 60 سنة، يعني سن المعاش والتقاعد. لكن توكر كان بيفكر في أكبر ألم هيديه للنظام الأمني في أمريكا، وتحديدا في سجن سان كوينتين. وده مش مجرد سجن، ده بعبع كاليفورنيا، قلعة صخرية مرعبة الجدران فيها بتنطق قسوة ودموع.
محكوم فيه على أخطر مجرمين الأرض بالإعدام، وإدارته عندها ثقة عمياء إن مفيش دبانة تخرج. السجن متصمم بذكاء شيطاني، أسوار صخرية عالية وحراس في الأبراج معاهم أوامر ضرب في المليان بدون تحذير. لو رجلك بس لمست السلك الشائك انت ميت قبل ما تقع. مفيش طلقات تحذيرية ولا تفاهم. السجن متأمن من 3 جهات بأسوار خرسانية، والجهة الرابعة كانت هي رهان الإدارة الأكبر والوحيد، خليج سان فرانسيسكو. مساحة مائية مهولة من المياه الباردة اللي زي التلج، وطيارات مائية تقدر تفرم سفينة. الإدارة قالت المية هي السجان اللي ما بيغفلش لحظة، واعتبروا أي فكرة هروب منها مجرد انتحار جماعي، وأي حد يفكر ينط في المية يكون هدف سهل لقناصة الأبراج اللي كاشفين المسطح المائي زي كف إيديهم. هنا بقى تيجي الصدمة. توكا دخل السجن وهو شايب شعره أبيض وجسمه مهدود من السجون. أي حد مكانه كان هيقول خلاص دي محطتي الأخيرة، لكن توكا كان بيبص للخليج بنظرة تانية. ما كانش شايفه جدار مائي قاتل، كان شايفه طريق سريع للحرية، محتاج بس دماغ بتفكر. إدارة السجن كانت بتضحك وتقول مستحيل، وتوكا بيرد بابتسامة صفرة، المستحيل اللي ما عندوش دماغ يفكر. الراجل ده قرر يثبت إن الخبرة بتكسر التكنولوجيا، وإن الذكاء أقوى بكتير من الرصاص. توكا كان عايز يكسر غرور الإدارة ويقول لهم إن الجدار المائي هو الثغرة اللي هدخل لكم منها. أنت متخيل التناقض؟ سجن بيضم أسوأ قتلة في العالم، بيجي راجل عجوز بياخد أدوية ضغط يخليهم أضحوكة. بدأ يدرس التضاريس المائية وكأنه قبطان بحري، ويراقب الموج وتوقيت تبديل الحراس في الأبراج. الكل كان فاكر إن توكا عجز خلاص وكبر وبيخرف، بس هو كان بيجهز لأكبر خرق أمني في التاريخ. فتفتكر بقى ايه الوسيلة اللي ممكن راجل عنده 60 سنة يستخدمها عشان يعدي خليج قاتل زي خليج سان فرانسيسكو؟ هل هيغطس ولا هيطير ولا هيعمل حاجة أبسط بكتير لدرجة إنها هتبقى عبقرية؟ السر كله مستخبي في ورشة النجارة. فتصحصح لي بقى كده عشان اللي جاي تخطن لحدود العقل، وقول لي صحيح يا كينج، لو انت مكان مدير السجن كنت هتشك في راجل عجوز مسجون عندك؟ بص يا كينج، احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة اللعب على المكشوف، بس بذكاء شيطاني. فورست توكا ما كانش مجرد مجرم، ده كان مايسترو بيلعب بعقول السجانين زي العرايس الماريونات. توكا عارف ان البشر بيضعفوا قدام منظر الشيبة، فرسم وش الندم والزهد ومثل دور العجوز اللي خلاص ركبه ثابت. دخل على الإدارة بتمثيلية تستحق الأوسكار وقال لهم بلهجة مكسورة: يا جماعة أنا بودع وعايز أقضي اللي فاضل لي في هدوء. طلب يشتغل في ورشة النجارة عشان يسلي نفسه، والإدارة بلعت الطعم وقالت ده راجل عجوز خلاص هيهرب، هيروح فين والبحر حواليه أصلا. ودي كانت أكبر غلطة في تاريخ سجن سان كوينتين، لأن توكر في الورشة ما كانش بيعمل كراسي، ده كان بيبني إمبراطورية. هناك لقى جون ويلر سجين عبقري وجن نجارة، والاتنين فهموا إن الورشة دي هي ترسانتهم العسكرية للحرية. توكا وجون خططوا لأغرب حاجة ممكن تتخيلها: بناء قارب كاك طوله 4 متر داخل السجن المشدد. ازاي؟ يعني دي مش مجرد مخاطرة، ده انتحار، لأنهم قرروا يبنوا مركب كامل من مال الحكومة وتحت مناخير الحراس. طب اقنعني بقى. اللعبة كانت بتتم بذكاء مرعب، كانوا بيسرقوا الخشب والبلاستيك وحتى الفورميكا من عهدة السجن. القارب ما كانش بيتبني حتة واحدة، كان بيصنعوه مكعبات وأجزاء صغننة ويخبوها في أماكن نائية جوه المخازن. كانوا بيشتغلوا بنظام 2 شغل و10 مراقبة، واحد يمسك الخشب والتاني عينه على الباب زي الصقر. الجدل هنا
الاستباحة والسخرية. توكر كان بيستخدم أدوات السجن عشان يهدم هيبته ويصنع قارب نجاته. السجان كان فاكر إن الورشة تحت السيطرة، بس الحقيقة إنها كانت تحت إدارة توكر اللي حولها لمصنع هروب. اللغز اللي يجنن هو إزاي قارب بالحجم ده محدش شافه، وإزاي القطع الصغيرة دي هتقاوم طيارات خليج سان فرانسيسكو المرعب. توكر وجون كانوا عارفين إن الفشل معناه رصاص الأبراج، بس لذة التحدي كانت أقوى من خوف الموت. كأنهم بيبنوا تابوت الحرية وهم بيضحكوا على الغباء اللي حابسينهم. تفتكر ايه اللي هيحصل لو حارس واحد دخل المخزن في وقت غلط؟ وهل قارب خردة هيشيل 3 رجالة في مية المحيط الغدارة؟ 3؟ هما مش 2؟ توكر وجون؟ استعد لي بقى عشان اللي جاي فيه خيانة بصرية، والسر كله في مهرجان هيغير تاريخ الهروب للأبد. وقول لي صحيح، لو انت مكان توكر كنت هتقدر تداري مركب جوه شغلك من غير ما حد ما يحس؟ فورست توكر ما كانش بس نجار شاطر، ده كان محلل استخباراتي من طراز فريد. وهو جوه سجن سان كوينتين كان بيلعب لعبة شطرنج مع الإدارة والملوك والوزراء في جيبه. توكر وهو بيراقب السجن بعين الصقر لقط معلومة توزن ذهب، كشفت عورة في النظام الأمني بالكامل. اكتشف إن البرج رقم 4 أقرب نقطة للورشة وللساحل فاضي ومهجور بسبب عجز الميزانية التافه. إدارة السجن بذكائها المحدود قالت المية جدار طبيعي، ملوش لزوم ندفع يومية حارس في البرج ده. توكر ضحك ضحكة مكتومة وعرف إن دي الهدية السماوية اللي هتفتح له باب القفص والحرية الموعودة. الطريق للساحل بقى أمان، بس المشكلة الأكبر لسه موجودة. إزاي نعدي المية والبرج 5 كشفنا؟ لحد ما جت لحظة وحي من قلب الزبالة، لما شريكهم الثالث ويليام بولي سرق جريدة قديمة من الحراس. يبقى كده 3 أشخاص، فورست توكر و2 بيساعدوه، جون ويلر وويليام بولي. طيب ويليام سرق جورنال قديم توكر كان بيقلب فيه، مش للأخبار، ده كان بيدور على هبة من القدر تنقذه. وفجأة عينه وقعت على خبر شقلب كل الموازين، مهرجان سنوي لسباق قوارب أحواض الاستحمام اللي هو البانيو بخليج سان فرانسيسكو. في المهرجان ده الناس بتبني قوارب غريبة من الخردة والبانيوهات القديمة وبتتسابق، والصدفة إن الميعاد بعد 3 أيام بس. هنا جات لتوكر فكرة الحرباء اللي بتدرس في كتب التمويه العسكري، الهروب في عين الشمس. قرر انه مش هيهرب كسجين مستخبي، لا، هو هيهرب كمتسابق قدام الكل وبمنتهى الجرأة. السباق قواربه ألوانها فاقعة أزرق وأصفر، فبدأ فريقه فورا في تنفيذ النيو لوك العجيب ده والمخادع جدا ده. استخدموا الدهان السحري المسروق من الورشة ودهنوا القارب البلاستيكي بالأزرق والأصفر الفائع لكي يناسب المهرجان. وما كانش كفاية، لا، دول كمان صبغوا هدوم السجن والكابات بتاعتهم بنفس الألوان عشان الاندماج الكامل. الخطة ان اي حارس يشوفهم يقول دول شوية مجانين من بتوع السباق، دخلوا قريب من السجن. توكر كان بيلعب على سيكولوجية الحارس اللي متبرمج انه يضرب نار على بدلة السجن مش كاب اصفر. فانت متخيل الجرأة؟ توكر عايز يقف بمواسير السباكة البلاستيك ويهرب وهو لابس لبس السجن المدهون في عز الظهر. دي كانت خيانة بصرية كاملة الأركان. توكر بيثبت إن الاستهزاء بالنظام هو أقصر طريق لكسره. السباق بعد 3 أيام والتوتر جوه الورشة وصل للانفجار، والقارب لازم يتجمع ويتصبغ وينشف فورا. كانوا بيسابقوا الزمن والقدر بيرسم لهم طريق وسط الموج، والسر كله في ثباتهم الانفعالي المرعب. تخيل اللحظة اللي القارب هيلمس فيها المية،
يعني 3 رجالة تقال في قارب خردة وبحر هايج وغدار. تفتكر البانيو ده هيصمد ولا هيبقوا الطعام للقروش تحت عيون قناصة البرج رقم 5 اللي ما بيسميش؟ لو انت مكان الحارس وشفت بانيو ملون بيجري وقت السباق، كنت هتشك ان دول اخطر مساجين عندك؟ ثبت لي بقى عقلك وركز في اللي جاي، عشان احنا داخلين في منطقة اللا معقول. احنا قدام لحظة الصفر اللي بتفصل بين انك تبقى سجين هلفوت او تبقى اسطورة التاريخ يحكي عنها بذهول. ساعة الصفر دقت يوم 9 أغسطس 1979 الساعة 2 الظهر، والشمس بتهدد أي حد يفكر يهرب. الجو في خليج سان فرانسيسكو مشحون بالمغامرة، وتوكا وفريقه في قلب الورشة، والتوتر يكهرب بلد بحالها. المعضلة كانت نقل قارب طوله 4 متر من الورشة للشط، والمنطقة مكشوفة تماما. توكا لقط ثغرة شيطان، شاحنة أثاث السواق بيسيبها دايرة ويدخل يشرب فنجان قهوة. جون حرك الشاحنة بمحاذاة السور، وتوكر وويليام شالوا القارب الملون بالأزرق والأصفر ومستخبيين وراها كساتر عسكري. الحراس شافوا شاحنة وجنبها عمال بيشيلوا قطعة أثاث ضخمة ملفوفة ببلاستيك، ومحدش شك في الكنبة المتشالة دي لغاية ما وصلوا للشط بحركة الشاحنة البطيئة دي. وتحت البرج 4 المهجور ركبوا القطع ولزقوها ودهنوها الدهان الأخير. توكا كتب على جنب القارب اسم رابادابدب، ودي أغنية أطفال مشهورة في أمريكا، واللي معناها 3 رجالة في حوض الاستحمام اللي هو البانيو. يعني كان بيتمسخر على السجن ويقول لهم بوضوح احنا هنهرب وفي بانيو وهنشوف هتمسكونا ولا لأ. نزلوا المية، وهنا كانت الصدمة. القارب كان بينازع وبينه وبين الغرق سنتي واحد بس. يعني تخيل 3 رجالة عواجيز مقادفهم مواسير سباكة وبيندفعوا في قلب أمواج الخليج في نص المية. حارس البرج رقم 5 لمحهم، وهنا كانت قمة العبث الأمني. خدعة الألوان اشتغلت، والحارس شاف كبات صفرة وقارب ملون في وقت سباق القوارب السنوي بدل البندقية. الحارس رفع الميكروفون وسألهم بود: يا جماعة محتاجين مساعدة؟ انتوا قربتوا من السجن على فكرة بزيادة، خلي بالكم. ويليام ببرود مرعب شاور للحارس: نو ثانكس، احنا بس متأخرين على السباق وعايزين نلحق اصحابنا. الحارس فتح لهم باب الخروج بابتسامة وتمنى لهم سباقا ممتعا، وهو بيودع أخطر مساجين أمريكا. بعد ما بعدوا القارب بدأ يغرق، وتوكا صرخ فيهم: قدفوا كأن حياتكم متوقفة على الحركة دي. صرعوا الموج لحد ما القارب غرق تماما، بس وهم على بعد أمتار من الشط التاني، فكملوها سباحة لحد ما لمست رجليهم أرض الحرية، وهم مكسرين هيبة أكبر قلعة أمنية بملايينها وحراسها وأنظمتها الأمريكية. توكر بص لأصحابه ببرود: خلاص اللعبة خلصت، كل واحد في طريق، واختفى كأنه جن. الجدل هنا ان النظام الامني بيبقى اعمى لما السجين بيبقى اذكى. وقارب من زبالة الورشة حرفيا كسر منظومة عالمية. دي هي عبقرية توكر الحقيقية اللي اثبتت للكل ان الحرية بتبدأ من الدماغ، والحيطة مجرد وهم للي ما بيشغلش دماغه. السجانين في سان كوينتين صحيوا على كابوس ما كانش يخطر على بالهم أبدا. الساعة جت 4 العصر، وقت التمام والعد، وفجأة الدنيا اتقلبت. العداد شغال 1 2 100 وفي 3 ناقصين. فورست توكر واصحابه مالهمش أثر، والإدارة افتكرت إنهم مستخبيين جوه السجن، بس الحقيقة كانت أمر. الحصن المنيع اتخرم وبقى مصفع لما الخبر وصل للمدير إن حارس البرج 5 شاف ناس بقارب ملون وافتكرهم سياح. وقعت الصدمة لأول مرة في التاريخ. سجن سان كوينتين اللي ما بيخرجش منه صرصار اتهان. الدولة دخلت في حالة طوارئ
واللي لقوه على الشط كان القلم الحامي اللي علم على وشهم. المحققين لقوا قارب بلاستيكي معفن مصنوع من خردة السجن ومواد الورشة، كان مكتوب عليه بالبونت العريض رابادابدب. ودي ما كانتش مجرد رسالة، دي كانت بصقة وتريقة في وش أو على النظام الأمني الأمريكي كله. توكر كان بيقول لهم يا حكومة يا عبيطة، أنا خرجت في بانيو أطفال وانتوا كنتوا بتشاورولي. الفضيحة بقت بجلاجل في الجرايد. سجن بياخد ملايين غفلوا وخدعوا راجل عجوز بشوية بلاستيك، فبدأت مطاردة عالمية. بس النفس الطويل كان عند توكر وبس. ويليام ضحية الحب ما كملش شهرين واتجاب من قفاه عشان ما قدرش يبعد عن شقة حبيبته، هربان من أخطر سجون العالم ورايح يستخبى تحت بيت خطيبته في نفس المنطقة بسلامته. جون ضحية الجرأة واللي صمد 8 شهور بس اتقبض عليه في مدينة قريبة واتجاب هو كمان من قفا أمه. المثير للجدل هنا يا كينج إن هيئة المحلفين والناس هناك الشعب الامريكي تعاطفوا معاهم جدا من كتر انبهارهم بالخطه، والمحكمه كمان برأتهم من تهمه الهروب بالعنف لانهم هربوا بالشياكه ومن غير نقطه دم واحده. اما البطل الحقيقي بقى فورست توكر، فده كان في ليفل تاني خالص. الراجل ده اتبخر حرفيا، اختفى تماما كأنه فص ملح وداب وما كانش سايب وراه اي ريحة اثر للاف بي اي. توكر اثبت ان الحرية هي انك تعرف تمحي وجودك القديم وتتولد من جديد. سنين عدت والكل قالب عليه الدنيا وهو ولا هنا، كسر روتين السجن وروتين المطاردة. هنا الفرق بيبان بقى بين المجرم والأسطورة. تمام، جون وويليام اتمسكوا لكن توكر كان فكرة، والفكرة ما بتتمسكش. سابهم يطاردوا سراب وساب وراه قارب بقى أيقونة للسخرية من القوة الغاشمة. ودي كانت نهاية البداية لأنه اختفى ورجع بوش مستثمر بنكي وقصة حب جديدة. ولو أنت مكان توكر كنت هتروح تستخبى عند اللي بتحبهم وتخاطر بحريتك؟ يلا استعد بقى للختام عشان العجوز ده كان عنده طلقة أخيرة في جيبه والسقوط هيكون تراجيدي. فحياة الراجل اللي جنن أمريكا فورست توكر ما كانش مجرد هربان، ده عاش 20 سنة كاملة شبح ماشي وسط الناس ومحدش عارف هويته الحقيقية. تخيل الراجل ده استقر في فلوريدا واتجوز ست جميلة وأوهمها إنه رجل أعمال ومستثمر بنوك تقيل. الحقيقة المرة والمثير للجدل إنه فعلا كان له علاقة بالبنوك، بس مش كمستثمر، هو كان بيسحب منها من غير استئذان وباحترافية تدرس في كتب الإجرام. عاش مع زوجته حياة مرفهة بفلوس السرقات، والست كانت فاكرة إنها متجوزة جنتلمان وهو في الحقيقة لص محترف. الدولة كلها بتدور عليه بقالها سنين، وبما إن طبع غلاب وتوكا ما كانش بيعرف يعيش من غير رعشة ولذة السرقة. في سنة 2001 وهو عنده 80 سنة، يعني المفروض يكون بيلعب مع أحفاده أو بيستعد للقاء ربه. المهم نزل يسرق بنك لآخر مرة في حياته الحافلة بالمغامرات، بس المرة دي السن خانه وحركته ما كانتش رشيقة وسريعة زي زمان، فاتقبض عليه في خيبة تقيلة. والشرطة لما عرفت هوية الراجل العجوز ده الدنيا قامت ما قعدتش، اكتشفوا ان ده هو نفسه فورست توكر بطل هروب سجن سان كوينتين الأسطوري، واتحكم عليه ب 13 سنة. وفي سنة 2004 وهو عنده 84 سنة قرر يعمل آخر عملية هروب، بس المرة دي ما كانتش من السجن، دي كانت هروب من الدنيا كلها. توكر مات في زنزانته، بس ساب وراه تاريخ مرعب ومثير للجدل لكل الأجيال. مات الشايب اللي رفض يعيش خاضع أو منكسر قدام نظام أمني، الراجل اللي اتكسر هيبة 18 سجن وعاش حياته بيلعب قط وفار مع القدر والشرطة. توكر ما كانش مجرد مجرم عادي، يعني ده بقى رمز للروح التي لا تقبل القيد مهما كان الثمن. وساب للناس سؤال واحد محير بيفضل يتردد في كل حكاية:
بتتقال عنه. هل توكر كان سارق بنوك فعلا ولا كان سارق قلوب وعقول الناس اللي انبهرت بذكائه؟ دي كانت قصة فورست توكر، الرجل الذي لم تكسره الجدران لكن كسرته الشيخوخة. لو انت كنت مكانه لا قدر الله، كنت هترضى تعيش 20 سنة في هدوء وتنسى الماضي الملعون بتاعك؟ ولا إدمان الحرية والسرقة كان هيخليك تنزل الشارع وانت في 80 من عمرك؟ العقل هو بوابة الحرية، القيود بتبدأ من جوه دماغك. توكر أثبت إن مفيش سور يقدر يحبس عقل قرر يتحرر ويفكر بره الصندوق. الذكاء الاجتماعي أقوى من السلاح، قدرته على كسب الثقة والتعامل بنبل خلاه يهرب 18 مرة بالشياكة. فمهارة قراءة الناس هي القوة العظمى، التفاصيل هي مفتاح النجاح. هروبه ما حصلش إلا بملاحظة برج فاضي وخبر تافه في الجورنال. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفتح الأبواب المقفولة. إدمان الأدرينالين خطر. غلطته كانت الرجوع للسرقة في 80 من عمره. لازم تعرف إمتى توقف، لأن الغرور له تاريخ صلاحية والسقوط بيبقى تراجيدي وقتها. الهوية هي الأغلى. رغم حريته عاش منتحل شخصية وفقد نفسه. فالحرية الحقيقية هي إنك تقدر تكون أنت من غير خوف من ماضيك. الابتكار يصنع الخلود. التاريخ بيفتكر المبتكرين اللي تحدوا المستقبل. فاستخدم ذكائك في حاجة تبني وتخلي اسمك يعيش كأسطورة حقيقية. وبس كده. بشكرك انك وصلت لغاية هنا. وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك اشعار بقصة جديدة هنا في الموسين قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.